فريق جوال الخير يقدم قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول. لا نسيتها من الحين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر فتنة العقد من شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس. يقولها 3 مرات عليها، ينفث عليها 3 مرات كل ليلة يقول إن شاء الله أيام قليلة ويعافيها. جزاك الله خير. وتدعو لها تقيم الصوم تراص. نتم الأول فالأول وسد الفرج وساو بين المناكب. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اشتهروا ببسط أيديهم للناس ومرارا وأكرر أذكر كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحدثني مدير مكتبه يقول جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه 30 مليون، أخذ منها ريالا واحدا لم يأخذ منها ريالا واحدا، قال مباشرة شكل لجنة وخلال أيام معدودة وزعها. يقول قلنا له يا شيخ ألا نبقي بعضها قد نحتاج؟ قال لا، إذا احتجنا سيأتي خير إن شاء الله، لا تبقوا شيء. في أيام معدودة ومرارا الشيخ يتحمل ملايين مساعدة الدعاة والفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك تسدد، وخاصة إذا علم المسؤولون بالدولة بادروا بالتسديد عنه لأنهم يعلمون صدق الشيخ وورع الشيخ رحمه الله وبعد عن أن يأخذ شيئا لنفسه. يقول مرة أخرى أحد مدراء مكتب الشيخ يقول جاء أمر بشراء سيارة للشيخ، يقول فقال الشيخ اشتروا لي كابرس. قلنا لا يا شيخ نشتري لك كدلك. قال السيارات سواء والقبور سواء، لا كابرس فيها بركة. مع أنه ما يسد على حسابه، على حساب الدولة. قلنا اشتري لك كدلك يا شيخ. أيام الكدلك بعدها تجاوزت السيارات. قال لا القبور سواء والسيارات سواء، تكفي. يحدثنا أحد الأخوة يوم من الأيام يقول كان الشيخ في المدينة يوم كان في الجامعة الإسلامية، فجاء الملك فيصل لزيارة المدينة رحم الله الجميع. يقول فقلنا إن الملك جاءه أمر أو اتصال من الديوان أن الملك ينتظرك عند استقبال العلماء في الوقت الفلاني. يقول فقال مشينا، قال والله شيخ السيارة خربانة، قال ودوها للورشة، فأخذ تاكسي الشيخ، أخذ تاكسي وذهب للديوان الملكي حتى صلحت السيارة. فعلم الملك فيصل وأهدى له سيارة فرفض الشيخ حتى أصر عليه الملك وأخذ. هكذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة ينفرد. سنته في أوليائه براءته بيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه الذي يفرج أولياءه وينصرهم على من ناوأه عند الشدة يجيء الفرج. هكذا سنته في عباده جل وعلا. الجواب يجر الخطى وحزن يتويج رأس الثغور، ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور. سقانا بعلم يسد الثغور. الصلاة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له اللهم اغفر له عبد العزيز وعنه واكرم نصره.
اللهم لا تحرمنا كما ينقى ثوب العلية من الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الله يغفر له ويرحمه. حياة تسامت بنور اليقين وعلم أضاء بكل الدهور، كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور. والواجب على كل مؤمن يتقي الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل، ولا سيما طلبة العلم، فإن الواجب عليهم أعظم من تبليغ الدعوة والعمل بما علموا. هذا هو الواجب على طلبة العلم، أن يعملوا بما علموا وأن يبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلاف ما علموا. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين. الخميس الحزين قريب، وصوت العزاء يذيب الصدور. أمات ابن باز وناح الفراق، سؤال يزلزل كل السطور، سؤال يزلزل كل السطور. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله يعيننا وإياكم من ضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.